يا باشا محمد صلاح بيقول لك انا اللي فرق معايا كده ان انا بشتغل كل يوم تلت ساعه على دماغي، على دماغي المينتال التفكير. يعني بيقول لك انا بغمض عيني واقعد اتخيل ان حياتي كويسه واتخيل مش عارف ايه، عشان تعرف ان التلت ساعه دي حاجه كتيره قوي اصلا انك تشتغل فيهم على دماغك. انت عارف بقى برضو مش سهل ليه؟ بسبب البيئه احنا اتبرمجنا، احنا اتحط لنا برمجه من واحنا اطفال. اتقال لنا حاجات في مسلسلات وعلى منابر الجمعه وابويا واصحابي، فاتبرمجنا. فكوني ان انت تغير البرمجه دي مش هتحصل كده. عايزه ايه بقى؟ كانك معاك بيبي وعمال تربيه، كانك معاك زرعه وعمال تسقيها وتربيها. نابليون هيل يقول لك كده، يقول لك اصلا دماغك لوحدها عم تجيب لك اكنها حته ارض فيها زرع خبيث. دورك في الحياه ان انت تشيل الزرع الخبيث ده بايدك، تزرع غيره زرع كويس وتستنى عليه وتقعد اللي هو تهتم بيه لحد ما يكبر. اما انت لو سبت نفسك لنفسك هتلاقي دماغك عماله دايما تاخدك للسلبيات. لا، هو القصه بقى ان انت تعتقد وتتبنى افكار ايجابيه وتقعد تصبر عليها، وتتخلى، تقول لنفسك كده انا بتخلى عن اي فكره سلبيه بتعيقني في الحياه، وتتخلى فعلا عن الافكار وتحط مكانها افكار كويسه. انا والله لما سمعت الفيديو اتصدمت. انا قلت ما ايه صراحه، اقول لك انا بقعد كل يوم 3 ساعات اشتغل على دماغي. قال لك تلت ساعه؟ تلت ساعه دي بقى كتير اصلا. يا باشا انت يكفيك كل يوم 3 4 دقايق الصبح تغمض عينك وتشكر ربنا من قلبك وتمتن على كل النعم اللي هو اداها لك. وشوف حياتك كان 6 شهور انت هتتفاجئ. والله انا بص، طول دراستي انا بقى لي مثلا 5 سنين بدرس الحاجات دي، انا كل شويه يجي لي المعنى. طب ما هي الناس ما تعرفش ان هو كده، فيقول لك يا عم عليكم انفسكم، مش انت عرفت تطبق انت؟ انت مالك ومال الناس؟ الحياه سهله وصعبه يعني، فيها يسر بسيط بس زي ما انت قلت، بس مش سهله. بس هي اصلا ما هي يسر، هو مش مكلفه، مش بفلوس. انت بس كون ان انت بس تتخيل ان الحياة كويسة، وان الخير كتير، وان الرزق حلو واللي انت عايزه بيحصل، وان انت عايز سعيد، سهلة مش بفلوس. بس احنا للأسف ما اتعلمناش كده وما تربناش على كده.